نبدأ تشكيل الفريقين معنا يا السادة والسيدات، والبداية من فريق الرجاء بحكم الفريق المضيف انس الزيتي على مستوى الحراسة رقم 1 3 محمود بن تايك، 4 اسماعيل مقدم، 14 ساكر الهابتي، 15 جمال حركة، 17 حمزة خابة، روتشي راول رقم 18، رقم 19 محمد سريدة، محمد مكاسي رقم 23 عبد الصمد بدوي، 25 يسر بوسوق، رقم 26 المدرب هو موندير الكبير. وتشكيل الوداد الرياضي اليوم يوسف مطيع رقم 32، 5 يحيى جبران، 6 جلال الداودي، 10 ايمن الحسن، 14 يحيى عطية الله، 20 بولي جونيور سامبو، 22 ايوب العمرود، 23 هشام وسفيان، امين فرحان رقم 25، سيف الدين بوهري رقم 30، 35 ارسن زولا كوكو، المدرب اخوان كارلوس غاريدو. تنطلق المباراة لتنطلق مع التطلعات والاماني والانتظارات من جانب عشاق الفريقين معا، واولى البناءات الهجوميه ستكون من جانب عناصر فريق الرجاء، من جانب من جانب جلال الداودي، يحيى جبران طويل اماميه عبر الرواق الايمن، محاوله تقدم ومخالف يشير الحكم لفائده فريق الوداد من اختصاصي يحيى عطية الله. ابداعات جمهور فريق الرجاء تتوصل ولترفض ابعاد من طرف دفاع فريق الرجاء الرياضي، مواجه مع حمزة خاضع، يضغط الوداد الرياضي، تنفذ البحث الراسية خطيرة، واولى الفرص من جانب عناصر الفريق الوداد الرياضي. المقدم ثنائية مقدم وحركز اليوم في محور الدفاع الى جانب كل من محمود بن تايك وعبد الصمد بدوي كظهيرين بالنسبه لفريق الرجاء. تنفذ عبر القائم الاول بحث الراسية، ابعاد من جانب الناصر فريق الرجاء الرياضي، فائدة عناصر فريق الرجاء الرياضي دائما انطلاقه من جانب حمزة خابة، يوصل الكرة لساكر الهابتي، ساكر العرضية عبر القائم الثاني، يسري بوسوق في الكنترول، ينتظر دائما المساند، يتريث الوداد الرياضي في عملية البناء الهجومي، يختار التمرير الطويل، فاتي جمال، فاتي جاي هشام بوسفيان، سباق للكرة والحارس انس الزيت، تنفيذ ركلة جزاء لفائدة الرجاء، يسري بوسوق يسدد، جول 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 من جانب فريق الوداد الرياضي، لكن بعد ذلك تحسن الاداء بالنسبه لفريق الرجاء الرياضي، وكان والاخطر من خلال كره تقريبا كانت الابرز، قصه طبعا الخطوره الراسيه حمزه خابة التي وجدت الحارس يوسف المطيع في الاجتهاد والبحث عن المكسب في هذه المباراه الصعبه. عبر وسط الميدان من جلال الداودي ليحيى جبران، ارسن زولا كوكو لكن بدون خطوره، ايمن الحسوني بينيه تلقى من بوليسامبو جونيور 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 جونيور، ردود الفعل واضحه، تلعب بمقوسه، فرصه خطيره، جول 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 جول، التعادل يظهر من خلال المدافع سنسولا على غفله من دفاع وحارس مرمى فريق الرجاء الرياضي. تنفيذ الركنيه طويله، كره اماميه من وسط الميدان، روجير اولو، سيف الدين بوهرة، يحيى جبران، جلال الداودي، طويله كره اماميه للانطلاق من ايوب العمرود، تمويه من ايوب، العرضيه والفرصه الوداديه، يقابل التدخل من طرف الدفاع عبر اسماعيل مقدم، ما كانش موفق في ذلك، هنا ضغط من جانب المكاسي، تحضير من الجهه اليسرى، العرضيه فرصه راسيه والعوده السريعه من طرف محمد المكاسي الذي يقدم مباراه مميز. وصلت عبر الاطراف، هنا العرضيه على الامكانيات المترجيه وقدرات مؤيده لفي على مستوى المنظومه الهجوميه، والصوره هنا غنيه عن كل تعليق. إذا الخروج زاكر الهابتي، تغيير بسبب محمد بولكسود، وصلت عبر الطرف الايسر، رجاويه من جانب بولكسود، العرضيه هنا الفرصه في الخطوره، جول جول جول
جول وأي جول. لحظات قليلة بعد دخول محمد بوركسوت، هدف براسية باغت دفاع وحارس مرمى الوداد الرياضي. التايمينغ المناسب من جانب في عملية توجيه اللاعبين. تلعب رجاوية، فرصة ورا الراسية، إبعاد من يحيى جبران. بوركسوت خطيرة، رائعة الفرصة، كانت رائعة ورائعة التدخل من جانب يوسف المطيع. عامر وسط الميدان من جانب يحيى جبران لفائدة مالي البديرة الجعدي. أنسن سولا، يحيى عطية الله، رضا الجعدي، رضا البحث عن الممرات، عن المنفذ، عن الحل هنا التغطية من طرف بوركسوت في الجولة الأولى ليفعل في الجولة الثانية تنفذ ومتابعة من الحارس سنيت. 10 دقائق تقريبا متبقية على نهاية الوتر الطبيعي. كرة خطيرة ليحيى جبران، زهير مترجي، رضا الجعدي، رضا يختار التمرير، مخالفة تحتسب على عبد الصمد بدوي. طويلة بسرعة، زهير مترجي، انطلق زهير، مشى زهير عبر الوسط لفائدة فريق الرجاليات. تصل الدقيقة 87. الكرة عبد الله الحفيظي، حفيظي لبوركسوت، انطلاق من الأشياء اليسرى، فرصة لفائدة فريق الرجاء الرياضي لبوركسوت للحفيظي. حفيظي عبر تمريرة أمامية وتغطية دفاعية من جانب عناصر فريق الوداد الرياض. الحسوري، تقدم من أيمن، فرصة تمويه من أيمن، تمرير مترجي، الشيء اليسرى، فرصة مترجي، من يسدد، بن عيادة تنفذ، فرصة ملعوبة مقوسة عبر القائم الثاني، إبعاد من جانب الحارس الساسنيتي. فرصة الثالث للرجال يفعل في آخر فاس المباراة. الثالث أيمن، آخر فرصة للوداد في هذا المباراة. زهير مترجي، زهير يا زهير، طلق زهير خطيرة، ركلة جزاء لفائدة فريق الوداد الرياضي. كيف كرة المباراة لفريق الوداد الرياضي من الحسوني، حسوني جول التعادل يسجل أيمن الحسوني من نقطة الجزاء.